مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف للنقاش. محمد مرسي رئيسا لمصر مرشح جماعة الإخوان المسلمين لم يكن من المتنافسين الأوفر حظا في بداية السباق الرئاسي، لكنه حسم الأمر لصالحه بأكثر من 51% من الأصوات. فوز مستحق مبارك للبعض، ملغوم له ولجماعته للبعض الآخر. إنه الفوز المتبوع بمجموعة من الامتحانات الصعبة عسرها على الإطلاق التوافق مع القوى السياسية الأخرى وإرساء مشروع للمصالحة الوطنية والتكفير كما يقول البعض عن الأخطاء التي ارتكبها الإخوان، خاصة عندما بدأوا متعاونين مع العسكر في مواقف كانت تستوجب الاستنكار للصمت، والصفح لن يتم كما يؤكد الكثيرون من الفاعلين السياسيين من دون التفاهم مع بقية الأطياف لافتكاك الحكم من العسكر. اليوم في ملف لنقاش نتساءل عن ما يمثله وجود إخواني في كرسي الرئاسة بالنسبة للداخل المصري ومحيطه الإقليمي، وعن الاستحقاقات التي تنتظر أول رئيس للجمهورية المصرية الثانية. بداية نتوقف مع محمد بورويس في رصد لنتائج جولة الإعادة وتفاعلات المشهد السياسي. حياكم الله. النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية المصرية أعطت الفوز لمرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي. محمد مرسي حصل على 13,232,131 صوتا، أي بنسبة 51.73% من إجمالي الأصوات المعبر عنها. هذا فيما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على 12,347,380 صوتا، أي بنسبة 48.27% من إجمالي الأصوات المعبر عنها. هذا وبلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المصرية 51.85%. ما حصل عليه كل مرشح: الدكتور أحمد محمد شفيق زكي 12,347,380 12,347,380 بنسبة 48.27%. الدكتور محمد مرسي عيسى العياط 13,230,131 بنسبة 51.73%. ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 من يونيو هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العياط، واللجنة رئيسا وأعضاء وأمانة تهنئ السيد الدكتور محمد مرسي بفوزه. إعلان النتائج يأتي في ظل حالة من الاحتقان الشعبي ازدادت حدتها في الشارع منذ إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري المكمل. فالمجلس العسكري استبق إعلان نتائج الانتخابات بإصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس، وهو الإعلان الذي عارضته حركة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة والعديد من القوى السياسية بحجة أنه ينتقص من صلاحيات الرئيس. هذا الإعلان أعاد زخم الاحتجاجات إلى ميدان التحرير ابتداء من يوم الجمعة أو يوم الثلاثاء الماضي. مظاهرات ميدان التحرير طالبت المجلس العسكري بالتراجع عن الإعلان الدستوري ونددت بقرار المحكمة الدستورية حل البرلمان، كما رفضت قانون الضبطية القضائية الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهي كلها سلسلة الإجراءات التي رأت قوى التغيير في مصر أنها تجسد وصاية من العسكر على الإرادة الشعبية.
حالة الاحتقان الشعبي هذه رافقتها حالة من الغموض السياسي أخذت مداها بعد إرجاء اللجنة العليا للانتخابات الإعلان عن اسم الفائز في الرئاسيات كما كان محددا يوم الخميس الماضي، وذلك للنظر في الطعون التي قدمها المرشحان للرئاسة كما قالت اللجنة، والتي بلغت 456 طعنا. لكن هذا الإرجاء قرئ من لدن محللين كمحاولة للالتفاف على الشرعية وكتهرب من إعلان فوز مرشح الإخوان محمد مرسي، لكن في المقابل ثمة من وجد في الأمر ربحا للوقت من قبل المجلس العسكري للتفاوض في الخفاء مع المرشح الفائز، إما لتحقيق مكاسب للعسكر أو الاحتفاظ بصلاحيات ما. ادعاءات الفوز من الطرفين والاحتجاجات في الميدان رد عليها المجلس العسكري ببيان تضمن تلويحا باستخدام القوة وتأكيدا على سيادة القانون واحترام سلطة القضاء وقراراته. البيان قرأ فيه محللون إصرارا من لدن العسكر على عدم التراجع عن أي من قراراتهم الأخيرة، خاصة الإعلان الدستوري المكمل الذي اعتبره بيان العسكر ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد. وفي سياق الفعل ورد الفعل نجح المرشح الفائز محمد مرسي في تشكيل تحالف سياسي من رموز ثورة 25 من يناير، وفي صورة بالغة الدلالة كما وصفت بدا محمد مرسي محاطا بقيادات شباب الثورة وائل غنيم وشادي الغزالي وإسلام لطفي وغيرهم. وصدر عن هذا التحالف بيان مشترك تضمن 6 بنود، منها رفض تزوير إرادة الشعب وممارسات المجلس العسكري الأخيرة، وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة الطوائف، وأن يكون رئيس الحكومة المصرية المقبلة شخصية وطنية مستقلة، وتكوين فريق إدارة أزمة لمتابعة تسليم السلطة إلى الرئيس وحكومته. كما تضمن البيان أيضا رفض الإعلان الدستوري المكمل ورفض حل البرلمان وتشكيل مجلس للدفاع الوطني، والسعي لتحقيق التوازن في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بما يضمن صياغة دستور لكل المصريين. وختم بيان القوى الثورية بالدعوة إلى التعامل بالشفافية وبالوضوح مع الشعب فيما يطرأ على الساحة السياسية، لكن مراقبين يقللون من أهمية تأثير شخصية الرئيس على المرحلة السياسية المقبلة، وإن كانت شخصية إخوانية في ظل الصلاحيات المحدودة التي يتيحها الإعلان الدستوري لمؤسسة الرئاسة، وهو ما أشارت إليه العديد من التحاليل التي وجدت في الحالة المصرية استعادة للنموذج الباكستاني، طبعا مع وجود الفارق. متابعة مشاهدينا لفوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية في مصر، يسرنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو الدكتور خالد الشقراوي الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس السويسي. دكتور أهلا بكم معنا. أهلا وسهلا. سعداء كذلك باستضافة الدكتور المساوي العجلاوي الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس السويسي. أهلا بكم دكتور معنا. أهلا وسهلا. ويسعدنا كثيرا أن يكون معنا كذلك اليوم الدكتور رحال بوبريك أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس أجدى البريبة. دكتور أهلا بكم معنا. كما ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة الأستاذ سعيد عيسى المحلل السياسي والكاتب في جريدة الأهرام. أهلا بك معنا أستاذ سعيد. نبدأ معك باسل يسري. باسل تسمعني؟ نعم أسمعك جوهرة. إذن باسل يسري مراسل قناة ميدي أن تي في مصر معنا مباشرة عبر الهاتف. نود أن تضعنا أولا في الأجواء الآن في مصر. يعني الأجواء هي احتفالية في ميدان التحرير وفي ميادين كثيرة جوهرة. بشكل عام لا يوجد شيء يعكر صفو الاحتفال في الديمقراطية في مصر في هذا الوقت تحديدا. يعني جميع الميادين ممتلئة، الكل يعني يقول أنه يعني انتخب الشخص الذي سوف يدافع عن حقوقه كاملة ولاستكمال ثورته، وأن مصر اليوم في مخاض جولة جديدة من الديمقراطية والحرية. يعني الأجواء في الشارع المصري في المحافظات في أغلب المحافظات هي أجواء احتفالية حتى هذه اللحظة جوهرة. بس
كانت هناك خشية أو تخوف ربما من إعلان النتيجة، كيف كان رد أنصار أحمد شفيق؟ يعني بالنسبة لأنصار الفريق أحمد شفيق فقد يعني تجمعوا مثل أمس أمام المنصة معترضين على نتيجة الانتخابات، لكن سرعان ما أطلقت قوات الجيش الأعيرة النارية في الهواء ونجحت في تفريق عدد منهم. حاولوا تحطيم السيارات التي كانت تحمل أعلاما ابتهاجا بفوز الدكتور محمد مرسي، وقامت قوات الجيش بفتح الطريق النصر المؤدي إلى المنصة مرة أخرى والسيطرة على الموقف في الوقت الذي يعني لا يزال فيه ما يقرب من 100 شخص من أنصار شفيق أمام المنصة. طيب، نريد أن نتعرف كذلك على ردود الطبقة السياسية خاصة من العلمانيين. يعني ابرز الردود هي كلها يعني في مجمل ردود الافعال هي اجواء احتفاليه، فقد عانت القوى السياسيه من مرحله التخبط الفكري والتخبط السياسي، فهم الان يريدون حاله من الاستقرار. الدكتور مرسي بدأ في تلقي التهاني من اغلب القوى السياسيه، ويعني من شيخ الازهر ومن رئيس اركان حرب القوات المسلحه ومن رئيس مجلس الشعب الاسبق وعدد كبير من القيادات التي بادرت بمطالبه الدكتور مرسي بجمع بلم شمل الامه المصريه وتوحيد صفوفها والحفاظ على وحدات النسيج الوطني. هذا يعطي مؤشر الى ان اغلب القوى السياسيه سواء كانت العلمانيه او الليبراليه او اي قوى سياسيه حتى يعني ان كانت معارضه الى للدكتور مرسي بدات الان يعني وقد استجابت الى نتيجه الانتخابات الرسميه التي اعلنت باليوم، وبدات في الاستقرار، وهي تريد الاستقرار لمصر ولا تريد الرجوع مرة أخرى إلى الوراء. بس ما الخطوة المقبلة وفي مقدمتها اليمين الدستورية، كيف سيتم ذلك؟ يعني بالنسبة لليمين الدستوري هو كان من المفترض أن يكون اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا، ولكن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم حملة الدكتور مرسي عقد مؤتمرا صحفي وقال أن الدكتور مرسي سوف يحلف اليمين الدستوري أمام مجلس الشعب لأنه الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب المصري بعد حل أزمة المجلس المنحل. ولا أعلم قانونية هذا الموضوع تحديدا في يعني إذا كان الدكتور مرسي يريد أن يحلف اليمين أمام مجلس الشعب ولكن مجلس الشعب منحل وفقا للقانون أمام من حكم من الدستورية العليا، أم أنه سوف يحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. شكرا لك باسل يسري مراسل قناة ميديا NTV في مصر. إذن معك أستاذ سعيد عيسى، نود أن نعرف هل تعتبرون أن اختيار السيد محمد مرسي اليوم اختيار رئيسا للجمهورية يعتبر لبنة أولى ربما في بناء مؤسسة الدولة في مصر؟ هذا صحيح إلى حد كبير إذا صارت الأمور وفقا لما يأمله المصريون. بداية أود أن أقول أن مصر عاشت اليوم يوما عصيبا للغاية. نصفه الأول كان أشبه بجمعة الغضب في 28 يناير، ترقب وحذر وخوف قاتل من أي أعمال عنف، لدرجة أن الشوارع تقريبا كانت خالية إلا من التجمعات في ميدان التحرير وأمام المنصة أو مقر حملة الفريق شفيق في الدقي. وفي النصف الآخر الذي بدأ بعد إعلان النتائج كان أشبه بيوم التنحي، أفراح وانطلاقات وغيره. أعود وأقول إنها ممكن أن تكون اللبنة الأولى في بناء مؤسسات الدولة بشرط التصالح، بشرط أن يعترف الجميع بكل ما تم على الأرض، بمعنى أن يعترف الجميع بأن فوز محمد مرسي فوز شرعي. وظني أنه الآن وهو يلقي كلمة في نفس هذه اللحظة عبر التلفزيون المصري سيدعو للتصالح ويؤكد أنه سيكون رئيس لكل المصريين الذين انتخبوه والذين لم ينتخبوه. طيب، بالنسبة لأمن الجميع أستاذ سعيد، بالنسبة لأمن واستقرار مصر، هل كان فوز الدكتور محمد مرسي هو أفضل سيناريو؟ بالضبط، هذا أفضل سيناريو، لدرجة أن كثيرين ممن لم يؤيدوا محمد مرسي وهم بالتأكيد ليسوا من مؤيدي الفريق شفيق كانوا بالفعل يتمنون
أن يفوز محمد مرسي من أجل أمن واستقرار مصر، والكل أخذ نفسا عميقا عقب إعلان النتيجة. كانت هناك حالة رعب وذعر عالية لدرجة أن الشوارع بالفعل كانت خالية، وساهم في ذلك هو انصراف الموظفين في جميع المؤسسات الدولة الحكومية والعامة والخاصة منذ 10 صباحا. عادوا إلى بيوتهم، وظن الجميع أن شوارع القاهرة ستتحول إلى ساحة حرب، فهذا بالفعل ما تم. هناك حالة ارتياح عامة، ولكن هناك شروط للبناء. سنعود إلى هذه الشروط سيد عيسى، وأود فقط قبل أن نسترسل في هذا الحوار أن أذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكنكم المشاركة معنا في برنامج ملف لنقاش من خلال رسائل نصية على رقم 5850. سنكون سعداء بطرح أسئلتكم واستفساراتكم على ضيوفنا الكرام. أود أن أذكر فقط أن السيد محمد مرسي استقال من جميع مناصبه في جماعة الإخوان المسلمين وحزبها بعد إعلان فائزا بالانتخابات الرئاسية. دكتور العجلاوي، ما دلالات هذا الفوز؟ هذا الحدث هو حدث تاريخي بامتياز. لأول مرة في زمن الجمهورية ينتخب المصريون رئيسا مدنيا، وهذا له دلالته. على الأقل هناك نوع من المشروعية التاريخية فيما يخص هذه العملية الانتخابية. أيضا لأول مرة هناك ممارسات ديمقراطية على مستوى الانتخاب والنقاش وتبادل أو ليل أذرع بين هذا الجانب والآخر. ما يكون من الأمر هذا حدث تاريخي هام بالنسبة لمصر. هذا الطارئ. أما الثابت فما نلاحظه منذ رحيل مبارك يوم 11 فبراير 2011 هناك إنتاج لسيناريوهات الأزمات، والمجلس العسكري وراء هذه أو يستفيد من هذه الأزمات. هل نجاح محمد مرسي كرئيس لمصر هل يشكل خطوة للأمام، أم أنه سيفتح أيضا واجهة لأزمة مستقبلية؟ أولى هذه بوادر هذه الأزمات متى ما بالنسبة لمحمد مرسي أين سيؤدي اليمين الدستورية؟ هل أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، أمام مجلس الشعب؟ ثم هناك أشياء أخرى مرتبطة بالخط الأحمر الذي وضعه المجلس العسكري فيما يخص هذا الحدث، انتخاب رئيس مدني لمصر. فهناك أشياء شائكة وقضايا أساسية، وأيضا علاقات محمد مرسي مع الأحزاب السياسية الأخرى غير الإسلامية والتي سندته. فبالتالي هي خطوة أساسية، لكنها أيضا خطوة سوف تؤدي إلى طرح الأسئلة الحقيقية على النخب السياسية وعلى المجتمع المصري. طيب، الدكتور العجلاوي يقول اختيار رئيس مدني إسلامي كذلك. ماذا يعني هذا بالنسبة لجماعة الإخوان الإسلامي المسلمين؟ وهل كان يمكن أن يكون هذا النصر بين بهذه الطريقة لو لم يكن منافسه أحمد شفيق؟ بالفعل يعني الوضع في مصر حاليا له من الدلالات التاريخية وأيضا من الحضور السياسي والديمقراطي الشيء الكبير. انتخاب رئيس جديد لمصر مدني لأول مرة كما قال الأستاذ العجلاوي هو حدث أساسي، على أساس أننا ربما بدأت مصر بالنسبة إلينا تخرج من موقعة العسكر منذ ثورة 52 إلى اليوم، حيث أن العسكر سيطروا على جميع الأمور ودبروا الشأن السياسي في كثير من الأحيان مع بعض الأحزاب السياسية، ولكن دبروا الشأن السياسي كما دبروا أيضا الشأن الاقتصادي إلى يومنا هذا. أظن بأنها مرحلة جديدة بالنسبة لمصر، وربما بإمكاننا أن نسميها الجمهورية الثانية التي سوف تعقدها مصر على أساس بناء أرضيات جديدة على المستوى البنيات السياسية البينية فيما بين الأحزاب السياسية الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المصري بشتى اختلافاته ومقوماته. المسألة الثانية الأساسية هي قضية انتماء الرئيس الجديد إلى التيار الإسلامي. هذه المسألة أظن بأننا بإمكاننا أن نتجاوز خصوصيتها على أساس أن بعبع الإسلاميين لم يعد مطروحا انطلاقا من النموذج الذي شهدناه في تركيا
فيما قبل، والنماذج التي بدأنا نشاهدها في بعض البلدان الإسلامية، لأن المسألة تفوق حاليا مسألة الانتماء الإسلامي. وبإمكان هذه التيارات الإسلامية إذا أرادت أن تصبح تيارات مدنية تسير الشأن السياسي وتسير الشأن الاقتصادي في إطار من التوافقات الدولية والاستراتيجيات الدولية التي تفرض نفسها، فعليها أن تنهج نمطا جديدا في طرحها السياسي، على أساس أن هناك نماذج كثيرة. هناك النموذج التركي من الصعب أن يحتذى به، ولكن على الأقل أن يستفاد منه بحكم أن هناك خصوصيات لمصر لا تتوفر بالضرورة في تركيا، والعكس صحيح. كما أن هناك نموذج غربي شهدناه على طوال السنوات 60 و70، ربما الآن تطور بشكل كبير، ألا وهو ما يسمى بالديمقراطية الاجتماعية المسيحية، وهي نماذج أساسية بإمكاننا أن نأخذ فيها في المجتمعات الإسلامية على أساس الابتعاد عن منهج التطرف. وأظن بأن للإخوان المسلمين بغض النظر عن مواقفهم السابقة، أظن بأن لهم من الإمكانيات السياسية والثقافية وأيضا الاقتصادية الكثير من الإمكانيات للاندماج في مثل هذه الخطوط. أضف إلى ذلك مسألة ثانية وأساسية ربما غير معلن عنها، وهي أنه هذه النتيجة هي نتيجة جيدة. هناك تقارب ما بين المرشحين، هناك نسب مشاركة معقولة ومنطقية، نحن نبتعد عن النسب المهولة ل 99.99%، مما يؤكد ويؤيد النهج الديمقراطي الذي بدأت تسير عليه مصر، وربما قد تسير عليه بعض البلدان العربية الأخرى. هذه المسألة أساسية. المسألة الثانية أن ما يحدث في مصر وهو ما يحدث في جميع الديمقراطيات، ولكن بالأساس الديمقراطية الناشئة، أن ما حدث اليوم هو أيضا نتيجة لبعض التوافقات ربما غير ظاهرة، ولكن كانت هناك توافقات، وهناك أظن تاريخ على مستوى التوافقات في مصر في كثير من الأحيان تنقلب، ولكن هناك نوع من الاتفاقيات الدفينة ما بين العسكر من جهة، الإخوان المسلمين بتيارته من جهة، السلفيون أيضا، وأيضا القوى الاقتصادية والقوى السياسية الأخرى التي ما زالت لها أدوار قد تلعبها في المجال المصري المستقبلي. نعم. دكتور رحال بوبريك، عندما يتحدث الدكتور خالد شقراوي عن خروج الحكم ربما لأول مرة من قبضة العسكر منذ 52 في مصر، ولكن هذا الخروج ما الذي يعنيه مع الإعلان الدستوري المكمل الذي أخذ الكثير من صلاحية الرئيس؟ وبالفعل لم تخرج بعد مصر من حكم العسكر نهائيا أو بصفة على الأقل يعني مرحليا. لا زال العسكر بين يديه العديد من الأوراق، فالرئيس مكبل في حريته، لا يستطيع مثلا إعلان الحرب، لا يستطيع اتخاذ بعض القرارات إلا بموافقة المجلس العسكري، لا يستطيع أن حاليا رئيس بدون برلمان. حتى مسألة أين سيحدث القسم، هل أمام البرلمان، ولكن البرلمان حل بإرادة العسكر. إذن هناك إشكالية. الجيش لا زال يقبض بزمام الحكم ولو بشكل يعني غير الشكل الذي كان عليه سابقا، لكن لا زال في الميدان ولا زالت قوة مهمة يجب يعني أخذها بعين الاعتبار في مستقبلا. ثانيا بالنسبة لرئيس يعني الرئيس الجديد، فهو دخل في توافقات ومع تيارات عدة، وأمامه رهان أن يعطي أن الوفاء بهذه التعهدات، وخصوصا الحكومة وحدة وطنية. لسنا أمام حكومة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدل، بل حزب أو حكومة وحدة وطنية كما تم التوافق عليه أمس. وهذا رهان للرئيس أن يفي بهذه الوعود، خصوصا الشباب الذي فجر هذه الثورة. ولا يجب كذلك نأخذ بالاعتبار ونطرح السؤال إلى أي حد تحققت برامج أو أحلام الشباب الذي خرج في يناير 2011، خصوصا بأن الشعار الذي كان مرفوعا هو الشعب يريد إسقاط النظام، ليس الشعب يريد الوصول إلى الحكم. وهذا مهم، لأن لدينا أول مرة حركة جماهيرية تطالب بإسقاط النظام، وسقط رأس النظام وبقي النظام. حاليا هل كان الهدف الوصول إلى الحكم وهو الهدف وهو الغاية؟ إذن هناك أسئلة عدة. أول على الرئيس تحقيق المصالحة بين يعني مختلف التيارات القوى السياسية والأحزاب، يجب عليه الوفاء بتعهداته تجاه هذه القوى، يجب عليه كذلك يعني خصوصا بأن حتى برنامج الحزب يعني حزب الحرية والعدالة هو حزب مدني
ذو مرجعية إسلامية، يعني هم جدا حريص على كلمة مدنية في جميع البرامج. يوجد كذلك بأن الحزب، أن الرئيس الذي انتخب اليوم وأعلن عن انتخابه رسميا الأمس كان في تكتل من بين مطالبه وهو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والعودة عن حل البرلمان. اليوم هو رئيس، هل سيبقى متمسكا بنفس المطالب، وإذا تمسك بها ما هي علاقته مع الطرف القوي أي الجيش؟ طيب سيد سعيد عيسى، أحد مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين يقول قبل قليل إن فوز محمد مرسي لا يعني إخلاء الساحات العامة، إن الاحتجاج سيستمر إلى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل. هل يبدو ذلك قريب المنال؟ إذا حدث ستكون تلك أول نقطة للصدام، وستكون أول نقد صارخ يوجه للرئيس المنتخب. أعتقد أن فوز محمد مرسي اليوم ربما يملي عليه وعلى حزب الحرية والعدالة وعلى جماعة الإخوان المسلمين أن تبدأ مرحلة جديدة. هم الآن فازوا باعتراف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي ظل التشكيك فيها طويلا. الآن الثورة انتصرت، ويقف وراء الإخوان حاليا معظم أو الغالبية العظمى من القوى الثورية. أعتقد أن على الرئيس المنتخب أن يبدأ أو يوحي إلى الحرية والعدالة ببدء نضال سياسي وقانوني لحل المشكلات. فيما يخص مجلس الشعب، هناك قضايا مرفوعة بالفعل أمام القضاء الإداري لتعيد تفسير ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا بأن الحل هو على ثلث الأعضاء فقط. وأظني أن هذا ما كان يقصده المتحدث باسم حملة محمد مرسي من أنه سيؤدي اليمين أمام مجلس الشعب. هو يعتقد أن سيكون هناك قرار من القضاء الإداري يعيد مجلس الشعب، وبالتالي سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام مجلس الشعب. أعتقد أن الإعلان الدستوري المكمل أيضا مرهون فيما يخص قضايا القوات المسلحة، لن يستطيع أحد زحزحة المجلس الأعلى عنها. أما بقية القضايا في فكرة الموازنة والتشريع عفوا أستاذ سعيد، لكي نفهم فقط، إلغاء الإعلان الدستوري المكمل أو الإبقاء عليه هل يحتاج إلى قرار سياسي؟ وإن كان الأمر كذلك، ممن يصدر هذا القرار السياسي؟ بالضبط، هذا لا يمكن إلغاؤه إلا بشيئين. الأول أن يصدر إعلان آخر ثالث جديد يعدل من الفقرات التي يعترض عليها المحتجون. أما الثاني فهو الانتهاء من الدستور الدائم لمصر. فقط في هاتين الحالتين يمكن إلغاء أو تعديل المواد الموجودة في الإعلان الدستوري المكمل التي يعترض عليها كثير جدا من القوى السياسية في مصر، وليس الإخوان أو الحرية والعدالة فقط. لكن لا يوجد هناك طريق ثالث. أعتقد أن لابد الآن حتى نبدأ الدولة الحديثة الديمقراطية من نقاط التقاء، ولعل أولها فعلا بالفعل فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وائتلاف. هناك حديث مع الدكتور محمد البرادعي، هناك عرض وهناك حوارات تمت بين الدكتور البرادعي والمشير طنطاوي وبين مسؤولين في الحرية والعدالة وبين قوى ثورية يضغطون عليه، ولكنه يضع شروطا صعبة لتولي الحكومة الائتلافية. إذا كانت هذه الحكومة بالفعل حكومة وحدة وطنية وحكومة كفاءات ستكون هذه نقطة طيبة. إذا استطاع الدكتور مرسي أن يقنع المعتصمين في التحرير وفي غيره من الميادين أن يذهبوا إلى بيوتهم ويبدأ نضال قانوني وسياسي من أجل الوصول لحلول لكل الأزمات والمشكلات، من الممكن البناء على ذلك. إذا لم يتم ذلك فأعتقد أننا بدلا من أن نبدأ عصرا جديدا من البناء سنبدأ في وقت جديد من الأزمات والمشكلات.
لأن كل مؤسسات الدولة التي ما زالت تتبع النظام القديم بالتأكيد إذا لم يتم هذا البناء ستعرقل أداء الرئيس ذو الصلاحيات المحدودة. طيب، كلام السيد سعيد عيسى ربما يعطي كثير من إشارات الخوف والخشية من أن يوضع هذا الرئيس الجديد في مواجهة مباشرة مع مناصره في الشارع. هل يملك اليوم محمد مرسي أن يدخل هؤلاء إلى بيوتهم وأن يقنعهم بحوار سياسي ربما لا نعرف من أطرافه لكي نلغي هذا الإعلان الدستوري المكلف؟ يا سيدتي، هذا هو السؤال الجوهري في وده عنوان المرحلة المقبلة. هل يقبل محمد مرسي بالانطواء في الزاوية أم أنه سيواجه كل طروحات الآن على مستوى الساحة السياسية في مصر؟ هناك إشكالات متعددة وعويصة جدا، ولكن ربما الشيء الأساسي هو هل يستطيع محمد مرسي، وسيدخل التاريخ إن استطاع فعل ذلك، الخلق جو توافقي ومرحلة توافق بين جميع مكونات التي ساهمت في إسقاط واجهة النظام، أعني بذلك نظام مبارك الذي انتهى في 11 فبراير 2011. هل يمكن دكتور العجلاوي لمحمد مرسي أن يكون في مواجهة مع من أوصلوه إلى كرسي الرئاسة؟ هذا ممكن، لأنه يجب القول بأن جماعة الإخوان المسلمين عن طريق حزبها الحرية والعدالة جمعت ما يقرب 11 مليون في الانتخابات التشريعية، ولم يحصل محمد مرسي إلا على 5 ملايين في الدور الأول. هذا معناه أن جزء، وقد صرح البعض أنه لن يصوت لمحمد مرسي، بمعنى آخر أن هناك إشكالات بين محمد مرسي وجزء من جماعة الإخوان المسلمين. أيضا إلى أي حد ممكن محمد مرسي أن يخلق تواصلا مع قوى التغيير أو ما يسمى بالقوى الثورية أو قوى الميدان. ولكن الشيء الأساسي هو أن يعي محمد مرسي بأن له مهمة أساسية ومنوط به مهمة الانتقال الديمقراطي، وأن الانتقال الديمقراطي لا يعني القطع في بناء المؤسسات بقدر ما ينشد التوافق حول هذه المؤسسات. التوافق حول ماذا؟ حول المؤسسات التي المراد بناؤها، التوافق مع مؤسسة الجيش لأنها هي مؤسسة قوية ونجحت منذ سقوط مبارك في إخراج سيناريوهات أزمات وكان دائما تستفيد من هذه الأزمات، وأيضا سيناريو محاولة جمع الشمل بين كل القوى من أجل القفز، بمعنى أن على الجميع أن يعرف أنه ليس بالإمكان الآن حتى بنسبة مشاركة لم يشارك الشعب المصري كله، لم يشارك في الانتخابات، النصف المسجل سجلوا فقط أو صوتوا في هذا الدور الثاني. وهذا ما يعني لأن ما هو مطروح، ما هو مقبول حاليا هو البحث عن صيغة للتوافق على مستوى كما قال السيد عيسى من القاهرة، بناء إعلان دستوري جديد ممكن أن يجدوا عليه توافق. أيضا يمكن أجد صيغة قانونية أو دستورية لعودة مجلس الشعب، ولكن بطريقة ربما قد يكون هناك توافق. والمسألة الثالثة والأساسية هو عدم مس الحصانة للمجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة وأيضا امتيازاته الاقتصادية. هذه مسألتان أساسيتان، وربما تصريح أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أكد على هذا التوجه بأننا يجب مراعاة ما سماه بالمرحلة الانتقالية والتوازن. أكد على هاتين الكلمتين، وربما إن استطاع الجميع الوصول إلى هذا المستوى ربما مصر قد تدخل مرحلة انتقال الديمقراطي. وهذا لا يعني على أن مصر بنجاح محمد مرسي اليوم دخلت الديمقراطية. الديمقراطية ليست مرتبطة بنزاهة انتخابات معينة، هي بناء مؤسسات حقيقية، هي قيم، هي خطاب، هي تراكم. هذه الأشياء كلها يمكن ربما أن نتحدث عنها مستقبلا بالنسبة لمصر. الدكتور عجلاوي، أنتم متخصصون في الشؤون الإفريقية، عندما نتحدث عن ضرورة وجود مشروع للمصالحة الوطنية في مصر، هل فعلا الأمر يقتضي ذلك أم أننا نبالغ عندما نتحدث عن هذا المشروع في ظل الظروف الموجودة الآن في مصر؟ أظن بأن المسألة ترتبط بشكل كبير بما نفهمه من تغير أو انتقال ديمقراطي وكيف تتم الأمور.
فعلا الشعوب بما فيها الشعب المصري والشعوب العربية والشعوب التي عايشت طيلة السنتين 2011 و2012 حاليا العديد من التحولات الاجتماعية كلها تنشد إلى الديمقراطية. لكن المشكل المطروح حاليا في مجتمعاتنا أنها مجتمعات لم تعيش تجارب ديمقراطية، أن الديمقراطية لا تشكل أحد الأسس التربوية والتعليمية في النهج المدرسي أو النهج التربوي العام. ثالثا هناك الجانب الديني الذي في كثير من الأحيان قد يشكل نوعا من التناقض مع الجانب المدني. قضية ثالثة أن مسألة المدنية كما يفهمها الديمقراطيون الغربيون ليس بالضرورة هو ما يفهمه المجتمع العربي الإسلامي، وليس هو بالضرورة ما تفهمه التيارات الإسلامية، وأيضا ليس هو بالضرورة ما تفهم مختلف التيارات السياسية التي نسميها باللائكية. ثم هناك أيضا ما معنى اللائكية في المجتمعات العربية الإسلامية إلى غير ذلك. إذن هناك العديد من الأمور التي يجب أن نقف عندها. من جهة أخرى المسألة الأساسية وكما قال الأستاذ العجلاوي أن المسألة ليست قرار سياسي وليست انتخابات نزيهة، المسألة هي تراكم وهي تربية وهي تعود. أيضا هناك مسألة أساسية الأستاذ سعيد صرح بها وهي قضية الاعتراف. سوف الأساس حاليا أن ننطلق من مبدأ الاعتراف بهذه النتائج، لكن هذا الاعتراف بهذه النتائج أيضا يؤدي أيضا بضرورة الاعتراف باللجنة التي أشرفت على الانتخابات، وهي اللجنة التي تضررت كثيرا من العديد من اللكمات والعديد من الكلمات وعديد ما قيل عنها من هذا الطرف أو ذاك. أيضا ذلك في الكلمة المطولة التي ألقاها السيد المستشار فاروق، كيف أنه كان يعطي تفسيرات وكان يدافع عن هذه اللجنة. ما أهمية ذلك دكتور شكرا؟ هذا الشيء طبيعي، لأنه لا يمكن أن ننطلق في مقومات ديمقراطية وأن على العلم بأننا لا نثق في المؤسسات التي تشرف على العمليات الديمقراطية. على الأقل في مصر هناك مؤسسات تشرف على العملية الديمقراطية بما فيها اللجنة التي تشرف على الانتخابات وأيضا المحكمة الدستورية. حاليا هناك نقاش حول مشروعية ما قامت به المحكمة الدستورية، وهناك نقاش مع القضاء الإداري، في حين أن قرار المحكمة الدستورية قرار لا يناقش ولا رجعة فيه. لكن إذا بدأنا وبدأت مصر تعيد النقاش في مؤسساتها على أساس أن هذه المؤسسات ساهمت في بناء هذه المرحلة الانتقالية، فأظن بأن المسألة سوف تعيد مصر إلى الوراء. المسألة الجوهرية التي طرحتها سيدتي ألا وهي مسألة المصالحة. لا يمكن لأي عملية انتقال ديمقراطي بقرار سياسي أو بانتخابات نزيهة أن تسير إلى الأمام بدون حصول توافق ما بين الهيئات الاجتماعية والهيئات الاقتصادية والهيئات السياسية على أساس المصالحة. والمصالحة تنطلق بالأساس من لدن انطلاقا مما نسميه حاليا بالعدالة الانتقالية. على مصر أن تعي بهذا الوضع بشكل جديد إذا أرادت أن تتقدم إلى الأمام. دكتور، عندما نتحدث عن المصالحة في مصر نصالح ما بين من ومن؟ هل ساءت الأمور إلى الدرجة التي تقتضي مصالحة؟ الشيء الأساسي أظن بأن على المجتمع المصري أولا أن يتصالح مع نفسه. هناك العديد من التناقضات التي أدت إلى ما حدث في ميدان التحرير وسقوط الرئيس في فبراير 2011. المسألة ليست فقط مسألة شخص على رأس نظام، هناك نظام فعلا مرتبط بأجهزة عسكرية وأجهزة أمنية، وأيضا مرتبط بأجهزة اقتصادية قوية، وهناك هيئات اجتماعية ومجتمع المدني وتيارات دينية واختلافات جوهرية في المجتمع المصري. المجتمع المصري ليس واحدا أحد، هو مجتمع متعدد. ولا أعتقد بأن فقط هناك مسؤولية على فشل النهج المصري السابق مرتبطة بالرئيس وأبنائه وحاشيته. المسألة أيضا قد تطرح على أبعاد أكبر من ذلك. من استفاد من ماذا؟ ومنطلقا من ذلك أظن بأن على المصريين أولا أن يتصالحون مع عدواتهم ومع نفسهم. هناك العديد من التناقضات داخل هذا المجتمع. ثانيا لابد من إيجاد صيغ للعدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية ليست أيضا واحدا أحد، هناك نماذج في عدة دول. لماذا؟ لأن المشكل إذا نهجت مصر منطق العدالة الزجرية الانتقالية فإننا سوف نصل إلى مستويات أخرى من عدم الاستقرار. حاليا المجتمع المصري بغض النظر عن الانتخابات التي مرت حاليا، المجتمع المصري ينشد إلى شيئين أساسيين. الشيء الأول هو ضمان القوت اليومي الاقتصادي، والشيء الثاني هو الاستقرار الأمني، وهذه مسألة جوهرية أظن في نظري بالنسبة لمستقبل مصر.
نعم دكتور رحال، قبل الإعلان عن فوز الدكتور محمد مرسي كانت التهديدات واضحة من جماعة الإخوان المسلمين عندما قالوا إن لم يعلن عن محمد مرسي فائزا في الانتخابات فإن هناك مواجهة مع المجلس العسكري. إلى أي مدى هذا الكلام كان يمكن أن يصير فعلا على الأرض؟ وبالفعل يعني حزب الحرية والعدالة والذراع السياسي لجماعة قوية، جماعة الإخوان المسلمين الذي أسست 1928، ومنذ تأسيسها كانت دائما في صراع وفي مواجهة مع السلطة كيفما كانت قبل الثورة، ثورة يعني الضباط الأحرار، وحتى بعدها ومع جميع الرؤساء يعني ولكن كانت هناك توافقات ولكن كذلك قدرتها على إيجاد توافقات. نعم. هي فيها يعني قدرة على خلق النزاع والمواجهة، وقدرة على التوافق والتنازل. هذا يعني نوع من التحدي يعني الذي كان طيلة الأسبوع، وخصوصا في الجمعة الماضية والسبت. كذلك قابله طرف ثالث، يعني لا ننسى بأن هناك طرف ثالث من الأحزاب الذي اجتمع، الذي يضم يعني المصريين الأحرار، الديمقراطي الاجتماعي، التحالف الشعبي، مصر الحرية، الاشتراك المصري، الشيوعي المصري، كلهم اجتمعوا في إطار التيار الثالث. ومن بين الانتقادات وجهوا انتقادات قوية للإخوان المسلمين على كون أنهم كانوا يقولون إما مرسي وإما أن تكون شبه يعني عصيان أو شبه حتى حرب. يعني إذن كان هناك انتقاد قوي من طرف بعض يعني الأحزاب السياسية ومن طرف بعض القوى بأن ما قام به مرسي وما قامت به جماعة الإخوان المسلمين ليس بديمقراطي، كما أن كان هناك لا يجب أن لا نرهن مصر بالعسكر والإخوان المسلمين. كان طرف ثالث يقول لا لديكتاتورية الجيش، ولكن لا لدولة كذلك فيها زواج ما بين الدين والسياسة. وهذا الطرف الثالث غير مسموع كثيرا، يعني نسمع كثيرا طرف الإخوان وطرف الجيش، ولكن هناك أطراف المجتمع، وهناك ما يسمى هذا المجتمع المدني الذي غيب، والذي هو الذي أطلق شرارة الثورة. لا ننسى بأن مثلا في المجتمع المدني سابقا كان دائما تحت مظلة السلطة، ولكن بداية من 2000 نجد خصوصا الحركة القوية 2005 حركة كفاية، والتي هي التي ستأتي بشكل جديد من النضال، أي نضال مظاهرات في الشارع وبدون ترخيص الدولة، وهو الذي سيمهد لظهور هذه الحركات التي حركات مجتمع مدني مكونة من شباب، مكونة من فئات طبقة وسطى، من محامين ومن موظفين. لا ننسى بأن من قام بهذه الثورة أولا هم طلبة، هم شباب، هم كذلك فئات مهنية تنتمي للطبقة الوسطى. الموظفين والطبقات الدولية لم تلتحق إلا لاحقا بهذه الثورة، بما فيها الإخوان المسلمين. نعم. إذن لا ننسى بأن هناك مجتمع مدني، ويجب كذلك إضافة الأحزاب والقوى الأخرى أن نضعه في الحسبان. وهذا المجتمع المدني لم يكن خاصيته له خاصيات ثلاثة، ونلخصها في ثلاثة خاصيات. أولا أنه لا يهدف للوصول للسلطة كهدف كغاية مثل ما هي الأحزاب، أو أنه خارج الأحزاب السياسية الموجودة، وخارج كذلك المنظمات الجماهيرية من نقابات وغيرها، وأنه دائما في الهامش، ولكن له دائما عين ومستعد أن يتحرك في أي لحظة إذا رأى أو لاحظ بأن ستسرق بعض مطالبه أو أحلامه. ويجب أن نضع هذا المجتمع المدني الذي لا يظهر فيه، يعني لأن ساحة التحرير أو ميدان التحرير يعني منذ الأسبوع الماضي نجد أنه كان هناك اكتساح، ولكن لفئة معينة ليست، لا نجد على الفئة أو الطبقات أو المجموعات التي حركت الثورة في البداية. ونظن أننا يعني يجب دائما أخذها بالعين الاعتبار في أي حل، لأن لا زالت كامنة وتستطيع في أي لحظة أن تعود إلى الشارع وتعيد كذلك يعني الأمور إلى نصابها في حالة سواء انحراف الإخوان المسلمين أو حتى يعني كانت هناك يعني توافقات على ظهر هذا المجتمع المدني. كما لا ننسى بأن كما قال الزميل يعني خالد الشقراوي بأن يجب أن نعلم أن أزيد من 50% من الشعب المصري وفقير، وهمه هو القوت. يجب كذلك أن الحكومة وهذا الرئاسة يجب بالفعل كان مطالب سياسية. طيب. هناك رئيس، ولكن يجب حل المشاكل اليومية للإنسان المصري البسيط الذي تبقى الديمقراطية وتبقى الانتخابات وتبقى كل هذه، إذا لم يكن لها انعكاس على حياته اليومية مجرد شعارات.
نعم. أستاذ سعد عيسى، في تدخلك السابق تحدثت عن الدكتور محمد البرادعي. نحن نريد كذلك في هذا البرنامج أن نتحدث عن الأطياف السياسية التي ستكون ممثلة في هذه الحكومة التوافقية. ما عسى محمد مرسي فاعل بأحمد شفيق، لأنه رغم كل ما قيل حصل على 48% من أصوات الكتلة الناخبة. هل سيطمر هؤلاء أم سيشاركون في العملية السياسية المقبلة؟ أعتقد أن فيما يخص الأصوات كان هناك جزءا ضخما ممكن أن نسميه التصويت العقابي. يعني ملايين من الذين صوتوا لمحمد مرسي لم يكن حبا فيه بل كراهية في شفيق، وملايين من الذين صوتوا لشفيق لم يكن حبا فيه ولكن كراهية في مرسي والإخوان. لكن ما أعتقده أن الحكومة الائتلافية ستحاول أن تضم كل الأطياف والقوى السياسية بما فيها القوى التي كانت تساند شفيق. وكما ذكر دكتور خالد أو دكتور رحال آسف أن المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع وهذه قوى يعتد بها كانت ضد محمد مرسي، وهناك قوى أخرى كانت مع محمد مرسي. الجميع سيمثلون في حكومة الوحدة الوطنية إذا أحسن الدكتور محمد مرسي اختيار الحكومة، لأن هذا ما الذي دكتور عيسى، ما الذي يمكن أن يعرض على أحمد شفيق؟ أفهم كلامك تماما عندما تتحدث عن حبا وكراهية، ولكننا لسنا بصدد علاقات عاطفية، نحن في صدد تقسيم أدوار سياسية. صاحب المركز الثاني حصل على 48% من الأصوات، ما الذي سيقترح عليه؟ تمام. لا أعتقد أن الدكتور محمد مرسي سيقترح على الفريق أحمد شفيق أي منصب، ولا أعتقد إذا طرح عليه أن يقبل أي منصب. لكن بالتأكيد سيكون هناك من ضمن أنصار الفريق شفيق من يمثلون في مؤسسات الدولة القادمة بما فيها بعض المناصب الوزارية. هذا تقريبا شبه متفق عليه، أو كانت تلك أحد شروط القوى الثورية والليبرالية لدعم محمد مرسي. والآن جاء الوقت ليفي بعهوده. هل سيد البرادعي هو الأقرب إلى الفوز أو الظفر بمنصب رئاسة الوزراء؟ هو الأوفر حظا من ناحية الترشيحات، حتى المجلس الأعلى يريده. وكان هناك اجتماع كما ذكرت لحضرتك مساء أمس ممكن لم تسرب أي أنباء عنه. كان هناك ترشيح بالفعل من بعض القيادات المدنية للدكتور البرادعي. كان هناك قبول من الحرية والعدالة للدكتور البرادعي، ولكن هو السؤال هل سيقبل الدكتور البرادعي وبأي شروط؟ هل يمكن سؤال، أنا أعتقد سؤال الذي يطرح، أحمد البرادعي رفض الكثير من الاقتراحات السابقة بدعوى أنه لم يكن له الكثير من الصلاحيات. هل يقبل أحمد برادعي أن يكون رئيسا لوزراء رئيس لا يمتلك الصلاحيات؟ لا، ما هو تلك ما كنت سأضيفها في الكلمات. الدكتور محمد البرادعي لديه شروط صارمة، يعني لن يقبل الحكومة إلا إذا تولت هذه الحكومة صلاحيات كاملة وواسعة وبدون تدخلات في إطار دستور واضح أو اتفاقات واضحة ومبادئ واضحة. تلك إحدى سمات شخصيته، وتلك الظروف المتداخلة والمتضاربة كانت وراء أنه ابتعد بنفسه عن كل الصراعات والأشكال وانسحب من سباق الرئاسة وبدأ في تكوين حزب خاص به كما تعلمون جميعا. طيب دكتور عجلوي، إذا انتظرنا كل هذا الانتظار لمعرفة رئيس الجمهورية، كم سننتظر لكي نحصل على تشكيلة حكومة توافقية، وهل يمكن فعلا لمحمد مرسي أن يشكلها؟ وكل شيء مرتبط بمفاوضات الكواليس بدأت قبل إعلان
نتيجة اليوم بالنسبة لمحمد مرسي. من يتفاوض في الكواليس؟ المجلس العسكري؟ هي القوى الفاعلة التي هي المجلس العسكري والقوة الأساسية والذي يحرك الآن عدد من الأحداث سواء بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. هناك أيضا محمد مرسي كشخصية يريد الآن انطلاقا من تصريحاته أول أمس بأنه يريد الجميع أن يكون مصطفا وراءه، بأنه لا يكون هناك خلاف، لا يكون هناك إقصاء. ذكر عدد من الكلمات التي تفيد بتجميع كل القوى. وأيضا أثناء الندوة الصحفية كان عدد كبير مما نسميه قوى الثورة وقوى التغيير وقوى الميدان كانت حاضرة مع محمد مرسي. إلى أي حد ممكن أن هذه القوى أن تتوافق، أن تتفاوض فيما بينها؟ وربما كما قال سيد عيسى سعيد من القاهرة بأن الدكتور البرادعي ربما هو الشخصية التي يمكن أن تشكل الذراع القوي اللي يمكن لنقل مصر من مرحلة اللا استقرار إلى مرحلة الاستقرار. ولكن نتذكر جميعا أن البرادعي كان يصر عندما طلب منه الترشح أنه لن يترشح دون أن يكون هناك دستور واضح. الآن السؤال ربما الذي طرح أو يطرحه البرادعي بالنسبة للمشير طنطاوي وآخرين هو ما هي الضمانات، ما هي الخطوات أو الوضوح في الخطوات المقبلة. إن كان هناك وضوح، إن كانت هناك قضايا جد واضحة فيما يخص إعلان دستوري جديد ربما قد يحدد هذه الأشياء. والشيء الأساسي هي المادة 60 التي تشير إلى اللجنة التأسيسية التي ستكون لها صلاحيات كتابة الدستور الجديد. ربما إن كان هناك توافق للقوى الوازنة ليس ارتباطا بنتائج انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى، بل انطلاقا من القوى الفاعلة الآن في الميدان. كل القوى التي ساهمت في إسقاط واجهة النظام في فبراير 2011 يجب أن تكون ممثلة في هذه الأجهزة التنفيذية، علما أن الإعلان الدستوري المكمل الذي وقع يوم 17 يونيو من هذا الشهر يعطي جميع الصلاحيات إلى المجلس العسكري. هذا معناه أن حتى المفاوضات التي تجري الآن سواء الظاهرة أو المستترة، حتى كل الخطوات التي تجري الآن فيما يخص اللقاء بين المكونات الفاعلة داخل المشهد السياسي المصري تجري تحت أنظار المجلس العسكري. معناه أن هناك توافقات وربما هناك نوع من القضايا التي نسميها قضايا على حد السكين، والذي يجب على المجتمع المصري أن يفض من هذه النزاعات وأن يعمل على حل هذه المشاكل. ربما هذه هي الأسئلة الجوهرية، وهي الأسئلة ربما التي ستصنع تجربة مصرية ربما جديدة. وهذا ما نلاحظه في كل الشعوب العربية التي عرفت تغيير في النظام أو في واجهة النظام، أنها الآن تصنع تجربتها انطلاقا من واقعها، من مكوناتها، من قيمها، من أيضا تراكمات مرحلة التغيير. فبالتالي الآن ما نراه في مصر ربما انتخاب محمد مرسي اليوم يعيدنا إلى يوم 11 فبراير بداية التغيير. الآن سؤال مطروح على جميع الفاعلين في مصر، كانوا نخبا سياسية أو مدنية أو الشعب المصري برمته، هل استفاد من تجربة 17 الشهر الأخير التي عرفت تنازع الصلاحيات ولي الأذرع من لدن هذه القوة أو تلك، أو أنه سيبحث في صيغ جديدة ربما تفيد في بناء المؤسسات القادرة على استيعاب مشاكل الشعب المصري. وكما قال الزملاء الزميل خالد والزميل رحال بأن انطلاقا من استفسار في الشارع المصري ما يطلبه المواطن المصري شيئين: أولا الاستقرار السياسي، الأمن، ثم إصلاح الوضعية الاقتصادية والمعيشية اليومية. وأهل الاقتصاد وأهل السياسة وأهل القرار في مصر يعرفون جيدا أنه الآن منذ مرحلة الانتفاضة إلى يومنا هذا خسرت مصر ملايير الدولارات، وأنها إذا أرادت أن تعيد النفس الطويل أو القصير إلى اقتصادها يجب أن توفر الشرط الأساسي ألا وهو الاستقرار السياسي. والاستقرار السياسي يمر عبر التوافق، يمر عبر إعطاء إشارة داخليا للمصريين على أساس أن الفاعلين
قد قرروا الدخول في منهج جديد للتعامل وإعطاء رسالة سياسية إلى الخارج أن مصر تعمل على بناء مجتمع الاستقرار. هذان شرطان أساسيان للدخول إلى المرحلة المقبلة. عطفا على ما تقول دكتور، هناك كذلك تداول على السلطة وتقاسم على السلطة. المجلس العسكري تارة يبدو مصاحبا لهذه الانتفاضة، تارة يبدو لاعبا سياسيا، تارة أخرى يبدو صاحب السلطة الفعلية لأنه انتزع السلطة التشريعية. ما الذي يمكن أن يعطيه اليوم المجلس العسكري عن طيب خاطر؟ فقط يعني قبل أن أجيب عن السؤال فقط للإخبار وأضيف إلى كلام صديقي الأستاذ الدكتور العجلاوي أن عندما نتحدث عن التوافقات والكواليس لا ننسى بأن الدكتور مرسي كان مسؤولا عن المفاوضات أيام بداية الثورة مع عمر سليمان رئيس المخابرات، فهو خبير أيضا في المفاوضات وكان مسؤولا عن الانتخابات بمجموعة الإخوان المسلمين، وبالتالي أظن بأن له من التجربة ما يمكنه من دخول هذه المفاوضات بشيء إيجابي. المسألة سؤالك سيدتي مهم للغاية بالفعل، وإذا لاحظنا المسار الجيش وهنا نتحدث عن المؤسسة العسكرية، أقول بأن هذه المؤسسة لو لم ترفع يدها عن مبارك لاستمر الأمر على وضع لا يمكن أن نتصوره حاليا. يعني من الصعب أن أتصور ما كان يمكن أن يصبح في مصر من اختلافات ومن فوضى لو استمر مبارك ولو دعمه الجيش. الجيش لعب دورا كبيرا في أنه رفع يده ولم يدعم مبارك إلى آخر الخط. هذا دليل على أن هناك تناقضات داخل النظام السابق ما بين المجال الاقتصادي والمدني الذي بدأت تؤسسه حاشية مبارك انطلاقا من ابنيه في إطار نوع من التناقضات التي بدأت تظهر مع المؤسسة العسكرية التي هي التي وضعت مبارك هو صنيعة العسكر، لم يكن شخصية سياسية فيما قبل، لم يكن شخصية معروفة، ربما بنيت هذه الشخصية، بنيت أسطورة الحرب، بنيت مشاركته مع في حرب أكتوبر إلى غير ذلك، واستفيد من بعض هذه العلاقات، لكنه على مستوى البنية العسكري ليس شخصية وازنة كما سبق مثلا بالنسبة للرئيس عبد الناصر أو غيرها أو نجيب أو غيره من يعني فحول المؤسسة العسكرية. وبالتالي أظن بأن الجيش لعب دورا كبيرا في إسقاط أيضا مبارك بحكم أنه وعى بشكل واضح بأن الأمور يجب أن تتغير ولا يمكن أن تسير، وبالتالي لا بد من أخذ بزمام الأمر على أساس أن الذين خرجوا إلى الشارع قادرين على فعل أكثر مما فعلوه أيام الثورة. ربما استشعر خطرا على نفسه المجلس العسكري. لا ننسى بأن المؤسسة العسكرية في مصر ليست فقط مؤسسة عسكرية تهتم بالأمن والحفاظ على أمن الحدود، هي أولا مؤسسة تساهم في أمن حدود مصر، هي مؤسسة لها تاريخ قوي في مصر. أظن بأن على المستوى المجال العربي لا توجد هناك مؤسسة عسكرية ليس لها مثل هذا الحضور بالمقارنة مع المؤسسة العسكرية المصرية. ثانيا المؤسسة العسكرية المصرية تسيطر على الأمن الداخلي بشكل قوي وجدي. ثالثا المؤسسة العسكرية المصرية مؤسسة فاعلة على أساس أنها مؤسسة تسيطر على 40% من الاقتصاد المصري، هي منتجة وموزعة ومقررة في الاقتصاد المصري ومرتبطة بشكل كبير بالهيئات الاقتصادية. رابعا هي مؤسسة واعية بوقعها ووضعها السياسي ومشاركة في الفعل السياسي على الأقل منذ 52 إلى يومنا هذا، وبالتالي لا يمكن أن ننسى دورها، لكنها مؤسسة قادرة على التفاعل مع الشارع السياسي، وبالتالي فقد استطاعت أن تستقطب الثورة وأن تسيرها في إطار توافقات مع أيضا المجموعة الثانية التي دخلت إلى الثورة من جانبها الغير الفاعل في البداية، ولكن استطاعت أن تسيطر على الثورة ألا هي الإخوان المسلمين. يجب أن نعي بأن الإخوان المسلمين التصقوا بالثورة، لم ينتجوها. الذين أنتجوا الثورة أو ما يسمى حاليا بالثورة، وأنني أفترض أن المسألة فيها نقاش، الذين أنتجوا الثورة لم يأخذوا أي شيء، خاصة وأنهم لا يشكلون قوة سياسية منظمة، وثانيا هم لم يقدموا البديل، كان غرضهم تغيير الأمور على أساس إسقاط النظام. في حاليا القوى السياسية في غياب القوى السياسية التقليدية المدنية كحزب الوفد وغيره وحضور قوى جد منظمة
ألا وهي الإخوان المسلمين مقابل قوة أخرى أكثر تنظيما هي المؤسسة العسكرية. بدأ يظهر نوع من التوافق فيما بين هاتين القوتين، وتوافقهما لا يمكن أن يتم إلا بجلب القوة الثالثة التي ليست لا مع العسكر ولا مع الإخوان المسلمين، وهو ما عبر عنه الأستاذ سعيد من القاهرة على أساس أن هناك مجموعتين ليست لا مع شفيق ولا مع مرسي، وهي التي ممثلة في المجتمع المدني والقوى السياسية التقليدية في مصر وبعض الفئات الدينية إلى غير ذلك. أظن هذه المجموعة الثالثة المنظمة ظاهريا وربما المشتتة في واقعها ربما هي القادرة على حل مشكلة التوافق ما بين المؤسستين المنظمتين، الإخوان من جهة والعسكر من جهة ثانية. أعتقد أنك تحتاج إلى جرمة ماء. نعم. دكتور رحال، ما زلنا نتحدث عن المؤسسة العسكرية، الآن استعادت السلطة التشريعية، ما الذي يمكن أن تقدمه أو تناله مقابل أن تتنازل عن صلاحيات انتزعتها ربما عنوة؟ أولا أريد أن أشير بأن مكان الجيش طبيعي هي الثكنات، هي الثكن العسكري وليس الحقل السياسي. الجيش المصري كان أو المؤسسة العسكرية كانت لها هبة وشبه أسطورة لدى الشارع المصري. دخولها هذا الصراع وهذا الجدل السياسي وكخصم وحكم أحيانا، وخصوصا كخصم في الصراعات السياسية، سيجعل أنها خرجت بصورة نوعا ما ضبابية في مخيلة الإنسان المصري، خصوصا أننا بعيدون عن تلك الصورة الأولى للجيش المصري والدبابات المصرية التي التحمت بالشعب في ميدان التحرير، وكان نوع من التحام ما بين المتظاهرين والثوار والجيش. حينما أطلق الجيش النار على المدنيين، حينما أصبح فاعلا سياسيا بامتياز، بدأ يفقد شيئا من هيبته، وأصبح كذلك بالنسبة للفاعلين السياسيين وكذلك المجتمع أنه ليس ذلك الجيش المحايد، وهذا سيضر بسمعة الجيش، لأن كما قلت الجيش دوره هو الدفاع عن الحدود، يعني القيام بمهام إنسانية، الذود عن حمى الوطن، والقيام بعمل إنساني في حالة كوارث طبيعية داخل البلد إلى غير ذلك. لكن أن يكون فاعلا سياسيا رئيسيا هذا من معالم، يعني خصوصا أن وجدنا سواء في أمريكا تجربة أمريكا اللاتينية أو تجارب باكستان أو تجارب أخرى بأنه مضر لصورة الجيش، وكذلك مضر حتى لصورة دولة ديمقراطية وفي طور البناء الديمقراطي. حاليا الجيش هو مسك، يعني قبل نظن بأن نتيجة نجاح مرسي كانت يعني خفية على الجيش، وأظن منذ البداية كان يعرف بأن سينجح خصمه، لأنه قدم يعني شفيق، وكان يعرف مبدئيا أن الشعب المصري في جله لن يصوت لابن من أبناء مبارك، لأن شفيق هو جنرال وابن المؤسسة العسكرية، وأن الجيش كان متيقنا بأن مرسي سينجح، ومنذ البداية سيصدر هذا الإعلان الدستوري المكمل الذي سيكبل سلطات الرئيس وسيجعله رهينة بين يدي الجيش. يبقى بأن حتى في هذا الإعلان الدستوري المكمل صوريا في أن مثلا حينما يريد الرئيس أن يعلن الحرب يجب موافقة المؤسسة العسكرية، إلى حد الآن منطقي، لأن الرئيس هو مدني وليس له من دراية بالحرب وإمكانية الجيش، يعني ليس له دراية وليس له معلومات، إذا من طبيعي أن يستشير المؤسسة العسكرية في معرفة إعلان الحرب أو غيره. لكن وفي باطنه يبدو بأن يعني بعض النصوص التي سلبت خصوصا حل البرلمان، وبأن أعطيت صلاحيات للجيش سواء في إعلان حتى المجلس التأسيسي الذي سيسن الدستور، بأنه بإمكانه أن يعارض بعض نقط الدستور إذا لم يكن موافقا عليها إلى غير ذلك، يبين بأنه أراد يعني أن يمسك ببعض زمام السلطة وأن لا يتركها بين الشرعية الديمقراطية، لأن مهما كان يعني مرسي هو شرعية صناديق، ولأول مرة تخرج مرشح أو رئيس من يعني الصناديق، بقدر ما الجيش هي سلطة غير شرعية ديمقراطية، نقول بأن لهم سلطة ولكن لا يستمدون سلطتهم من شرعية ديمقراطية، قد يتبين شرعية تاريخية ولكن الحقيقة هي شرعية امتلاك واحتكار استعمال العنف، أي السلاح وتوفرهم على أجهزة يعني ردعية وعنف جسدي أكثر مما هي إقناع ومشروع سياسي وشرعية انتخابات. إذن المؤسسة العسكرية هي خرجت ضعيفة، وستبقى شرعيتها ليست شرعية
الصناديق وليست شرعية ديمقراطية، وستبقى دائما في موقع ضعف إذا هي بقت في معترك الحياة السياسية. ولكن إذا حافظت على دورها الذي هو دور الجيش في أي دولة ديمقراطية فستعود إليها على ما أظن نوع من الهيبة، وستعود إلى مكانها الطبيعي الذي دائما أعيد الذي هو الثكنات. نعم، هناك تعقيب ثم نمر للدكتور عيسى. إذا سمحتي سيدتي، ارتباطا بما قاله الزملاء، فإن الأحداث الآن التي تجري في مصر منذ سقوط نظام مبارك تؤشر إلى توجه بالنسبة لمصر إلى النموذج الباكستاني، بمعنى هناك مؤسسة عسكرية قائمة تتدخل في بعض الحالات فيما هو سياسي ثم تتراجع، تتدخل ثم تتراجع. ربما المؤشرات الآن في مصر تشير إلى أن ربما هناك تخوف من هذا في الحقيقة. النموذج الباكستاني هناك تخوف نعم كبير. هناك تخوف لأن الحضور العسكري للمؤسسات سيكون دائما قائما فيما هو سياسي، وهذا ما أشار إليه الزميل رحال بوبريك بأنه نوعا ما متناقض مع هوية الجيش الذي له أدوار أخرى غير الأدوار السياسية. فقط نقطة. نعم تفضل. لأقول بأن هذا النموذج الباكستاني هو إلى حد ما، إذا أردنا حتى لا نبالغ نوعا ما، أمريكا ترغب في هذا النموذج بالنسبة لمصر. فهي تساند الجيش رغم انتقادات كلينتون أحيانا، ولكن تساند الجيش، والنموذج الباكستاني أظن هو أقصى ما يمكن أن تستحقه الشعوب العربي الإسلامي في المنظور الأمريكي. يهمنا أن نسمع رأيك أستاذ سعد عيسى فيما يخص مؤسسة الجيش، وهل ستعود إلى تكناتها؟ بالطبع مؤسسة الجيش لن تعود إلى سكناتها. الإعلان الدستوري المكمل يقول هذا، كل التصرفات التي تتم تقول هذا. الجيش لن يعود. الجيش يحكم مصر منذ 52 وحتى الآن، لذلك ما حدث اليوم هو اختراق أو نوع من المشاركة من شرعية 25 يناير، وهي شرعية الشارع أو الشعب أو المدنيين، لتشارك لأول مرة شرعية الجيش الذي يحكم منذ 52. حتى عندما تم نقل السلطة كما قال الرئيس السادات إلى جيل جديد، كان هو جيل أكتوبر، كان هو حسني مبارك، كان هو القوات المسلحة. وعندما تنازل حسني مبارك تحت ضغط الشارع لم يتنازل لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو لرئيس مجلس الشعب، ولكنه تنازل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تلك الشرعية الحاكمة. وهناك مرحلة طويلة حتى يتم التزاوج والتمازج وتقليص دور الجيش. الجيش يحكم في كل شيء كما تفضل الأستاذ خالد وزيادة. كل المؤسسات العامة تقريبا في مصر يرأسها رجل كان ضابطا سابقا بالجيش المصري. الجيش المصري يحكم مصر في كل شيء. ما حدث اليوم هو اختراق، لابد من البناء عليه ديمقراطيا وبطرق سياسية، ولكن يحسب للمجلس الأعلى هو تمسكه بالقانون في كل إجراء، حتى الإجراء الذي نعتبره غير دستوري أو لا يرضي أحدا أو افتئات على سلطات أي شخص آخر. هنا عفوا يكون من خلال قانون. مهم أن أقاطعك هنا. منظومة العدالة كيف كان تدبيرها لهذه الملفات إذا كنت تقول أن المجلس العسكري اقترن دائما في أفعاله على القانون؟ لما أسمع جيدا السؤال. أتحدث عن مؤسسة القضائية، منظومة العدالة، كيف كان تعاطيها مع الملفات، كيف دبرت هذه الأمور ما دمت تقول أن المجلس العسكري اعتمد دائما على القانون؟ نحن نعرف جميعا في مصر وخارج مصر أن القانون المصري الذي يحكم هو القانون الموضوع في عهد مبارك، وهو للأسف به كل شيء. إذا أردت أن تقري الحق فالقانون موجود ويقرك عليه، وإذا أردت أن تقري الباطل القانون أيضا يقرك عليه، والسلطات كلها التنفيذية في يد دائما الرئيس أو من بيده الأمر. إذن القضاء ليس بالقضاء المستقل كما يقول المصريون. بالطبع
هذا طيب. شيء مؤكد. طيب لنعود إلى الحياة السياسية، نود أن نستثمر وجودك معنا. بالنسبة للثوار أو الذين أشعلوا الانتفاضة المصرية ونجح الآخرون ربما في تفكيكهم وتشتيتهم ونجح بذلك آخرون، الآن بدا الأمر وكأنهم خرجوا بخفي حنين خاوي بدون شيء من العملية السياسية، من الغنيمة السياسية. هل سيكون لهم دور في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أنه سيكون لهم دور، لأن هذا هو السؤال الجوهري. ربما كان من حسن حظ الثوار أن تم إطالة أمد إعلان نتيجة انتخابات الإعادة. هذا جعل الإخوان المسلمين يشعرون بالخطر، وبالتالي يلجؤون إلى القوى الثورية وشباب الثورة، كما تفضلت في بداية البرنامج وأشرتم إلى اجتماع أول من أمس والبيان ذي 6 نقاط. ولذلك الإخوان المسلمون في اختبار صعب، وأعتقد أنهم سيضطرون للقبول بطلبات الثوار، خاصة أن الإخوان أخيرا آمنوا بأن الشرعية شرعية الميدان، تلك النقطة التي التفوا عليها، وسيحاولون إرضاء الثوار وتصحيح خطأهم الأول. فيما يخص حديث الصفقات، عطفا على كلمات ضيوفك الكرام، بالفعل هناك صفقات تتم، ولذلك لابد من الإخوان المسلمين الآن في موقع لا يحسدون عليه. عليهم أن يستعيدوا ثقة الشباب والثوار والقوى الليبرالية، وذلك هو الامتحان الكبير. إذا نجحوا فيه واستعادوا الثقة، أعتقد من الممكن البناء، وهذا ربما يقنع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالدخول في شراكة، لأن حاليا التيار الثالث المدني أصبح الآن هو رمانة الميزان التي إما أن تقرب بين الفرقاء أو أن تجعل الصدام حتميا. طيب نسبة المشاركة دكتور العجلاوي كانت 51%، ماذا عن المتبقية؟ أين المصريين الآخرين؟ ألا يعنيهم الأمر؟ لا، كان من المفروض أن تكون نسبة المشاركة في أول انتخابات نزيهة مفتوحة أن تكون المشاركة قوية، ولكن هذا يعني أيضا سؤال إلى النخب السياسية. لا يجب أن ننسى أن نظام مبارك أضعف الأحزاب السياسية، فبالتالي الدخول في المعترك السياسي لم يكن بالأمر الهين، بمعنى تأطير كل شرائح المجتمع المصري، وهذا لم يكن بالأمر السهل. العمليات السياسية، عمليات الانتقال الديمقراطي، عمليات القيم والخطابات تتطلب نفسا طويلا، وهذا ما يفسر هذه النسبة التي سجلت في الدور الأول أو الدور الثاني. نعم، نريد أن نفتح كذلك صفحة للتفاعل مع مشاهدينا. الكثيرون يسألون، من بينهم السيدة جليلة من القنيطرة تسألك دكتور، كيف ستتصرف إسرائيل مع كل هذا الفوز الكاسح للإسلاميين؟ تتحدث عن السلطة في تركيا، في تونس، في المغرب، والآن في مصر. أظن بأن أكبر خطر على إسرائيل ليس هو التغير في رؤوس النظام في البلدان العربية. أكبر خطر على إسرائيل أن تنهج الدول العربية نهجا ديمقراطيا. لحد الآن الكل ينظر إلى إسرائيل على أساس أنها المجال الديمقراطي الوحيد والأوحد في الشرق الأوسط بمفهومه الأمريكي الكبير، أي بما فيه الشمال الإفريقي عامة، أي دول المغارب. لكن أظن بأن الخطر الكبير على إسرائيل أنها لن تعود لها أو لن يعود لها ذلك المبرر الذي يقول بأن هذه الدول لا يمكن التفاوض معها، لا يمكن الوصول إلى حلول سياسية، إلى تقاسم المجالات، إلى غير ذلك، ما دامت هذه الدول أي دول عربية كاملة تحت أنماط غير ديمقراطية. المسألة لا أعتقد بأن المسألة الإسلامية سوف تؤكد خطرا على إسرائيل بحكم العلاقات الموجودة مع تركيا، بغض النظر عن ما حدث من بعض النزاعات البسيطة، لأن لحد الآن العلاقات الاقتصادية ما بين تركيا وإسرائيل مستمرة، المد بالماء الصالح للشرب ما زال مستمرا، الأنماط الاقتصادية التي فرضها الجيش التركي في السابق ما زالت مفروضة. ولا أظن بأن الإخوان وصولهم سوف يغير على مستوى المصالح الاقتصادية، إلا على أساس أن النظر إلى المفاوضات السياسية مستقبلا مع إسرائيل في ظل الإخوان المسلمين سوف يتغير على مستوى المنطلقات وأيضا على مستوى النتائج.
طيب هناك أسئلة كذلك من بعض الذين يتفاعلون معنا ونشكرهم على ذلك. هناك أسئلة توجه عن هل يعني فوز محمد مرسي دخول مصر ربما في قاطرة النمو وكذلك انتفاء عامل العنف؟ من الصعب أن نجد أجوبة من الآن. المستوى النمو خصوصا على مستوى النمو الاقتصادي، لأن لا زالت البلد تمر من مرحلة انتقالي، وحتى البلدان النامية تجد حاليا خصوصا أزمة اقتصادية عالمية. الدول يعني حتى الأوروبية تعاني منها. إذن هنا مشكل يعني فيما يتعلق بالسلم خصوصا نهاية العنف. أظن بأنها ستكون بداية يعني لانتهاء، لأنه سينتهي ذلك الصراع والاحتدام ما بين الفرقاء السياسيين، وستكون مرحلة على ما أظن هدنة في انتظار يعني إيجاد توافقات وتشكيل حكومة وحدة وطنية وبرلمان. طيب في آخر سؤال نوجهه لسيد الأستاذ سعيد عيسى. أستاذ أرجوك أن تضعنا في صورة الخطوات المقبلة التي تأتي ما بعد فوز الدكتور محمد مرسي. أعتقد أن هناك المعضلة الأساسية هي مسألة أداء اليمين، لأنه وفقا للإعلان الدستوري المكمل إذا لم يؤدر الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لن يتسلم منصبه. شرط تسلم المنصب أن يؤدي اليمين الدستورية. هل يرفض ذلك؟ هل يرفض محمد مرسي ذلك أم ماذا؟ أين المشكلة في هذا؟ المشكلة أنه أعلن أو طالبه حزبه وكثيرين من المعتصمين أن يؤدي اليمين أمام أعضاء مجلس الشعب. هل صدر منه هو شخصيا موقف بذلك؟ نعم. هل صدر منه موقفا معارضا أو مؤيدا لهذا الطلب؟ هو لم يقل حتى الآن أنه لن يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية، لكنه أعلن أنه سيؤدي اليمين أمام أعضاء مجلس الشعب والجماهير المصرية في ميدان التحرير. ثم ماذا بعد دكتور؟ ممكن أن يجمع بين الاثنين. باختصار، ثم ما بعد؟ تشكيل حكومة توافقية، ثم ماذا؟ ما هي الخطوات المقبلة باختصار؟ تشكيل الحكومة التوافقية واختيار نوابه الذين وعد بأن يكونوا من خارج الحرية والعدالة وأن يمثلوا كل التيارات السياسية الأخرى. أعتقد تلك هي النقاط الأساسية، ثم سندخل في مشكلة الدستور واللجنة الدستورية. طيب شكرا لك أستاذ سعيد عيسى. دكتور عجلوي، نريد أن نختم بعودة مصر إلى محيطها الإقليمي ودورها الفاعل في الساحة السياسية، هل سيكون بعيد؟ حسب قضيتين أساسيتين: تجاذب مدى استقرار القوى، تجاذب القوى السياسية الفاعلة في المجتمع المصري، ثم المسألة الثانية هي تحديد هويات المؤسسات المراد بناؤها. أعتقد قضيتان أساسيتان قد تتيح لمصر للخروج من هذا النفق الذي عاشته لأكثر من 17 شهرا. هل إسرائيل بما يحدث الآن في مصر استفردت بالفلسطينيين؟ لم تستفرد بالفلسطينيين، لأنه سمعنا هذا المساء بأن هناك فرح في قطاع غزة، وهناك أيضا ابتهاج لوصول محمد مرسي. هناك ترحيب نتنياهو بوصول مرسي ويقول أنه يتعاون معه كذلك. فبالتالي هناك الآن محاولة جذب هذا النجاح لمحمد مرسي سواء لإسرائيل أو لأطراف أخرى. فربما المسألة لم تتضح بعد فيما يخص دور مصر فيما يخص القضايا الإقليمية المقبلة، خاصة القضية الفلسطينية. تريد أن تعاقب دكتور على يعني دورها الإقليمي؟ ما قاله زميلي الأستاذ العجلاوي، العالم العربي يعيش مخاضا كبيرا، وقد بدأنا نفقد ما كنا نعرفه ونتعارف عليه في العالم العربي من أن مصر رائدة لهذا العالم. حاليا هناك مخاض كبير، والكل ينتظر نماذج التي بدأت تحل في العالم العربي، ليس فقط مصر. مصر ربما نموذج فعال وكبير، هناك نموذج المصري، النموذج التونسي، النموذج الليبي، النموذج المغربي إلى غير ذلك. الكل تواق ومشتاق إلى هذه النماذج على أساس الوصول إلى الديمقراطية. نعم. ما الذي استفاد من تغييب مصر في هذه الفترة؟ ما الذي وقع؟ تغييب مصر منذ رحلة السادات إلى القدس
مصيره شتات الرأي العربي، رغم ما نقوله عن عدم وحدة العالم العربي. وكل الوحيد الذي ربح من غياب مصر هو إسرائيل، والكل الذي خسر من غياب مصر هو العالم العربي كافة. لكن مع ذلك أقول، وأيضا لا ننسى بأن لمصر ليس فقط دور في المحيط العربي، دور أيضا جذاب وكبير في المحيط الإفريقي. حاليا جنوب مصر السودان شتتت وقسمت إلى قسمين، وهناك صراع قوي حول مصر وخاصة حول مياه النيل، وهناك صراع من بين لدن عدد كبير من الدول الإفريقية مدعومة من دولة جنوب إفريقيا، ولو أنها لا تظهر في الميدان، على أساس ضرورة إعادة النظر في تقسيم مياه النيل. وربما كما يقول الجميع، والوضع مطروح في الشرق الأوسط ما بين إسرائيل والدول العربية على أساس سوريا والأردن بما يخص بحيرة طبرية ونهر الأردن، أن الحرب المقبلة سوف تكون حرب مياه، ومصر عنصر أساسي في قضية توزيع المياه في الشرق الإفريقي، وأيضا بالنسبة لإسرائيل التي لها نظرة على مياه النيل من جهة جيو استراتيجية مستقبلية. لا ننسى تركيا دكتور. بالضرورة تركيا هي أيضا عنصر أساس على مستوى توزيع المياه، وهي تتحكم في مياه جبل طورس نحو الأرض، نحو أيضا إسرائيل، وأيضا نحو العراق. أظن بأن هناك نوع من التوافقات يجب أن ننتظره في العالم المستقبلي إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لضيوفي الكرام. أذكر مشاهدينا أن هذه كانت آخر حلقة من ملف لنقاش لهذا الموسم. نترككم مشاهدينا مع هذه المقتطفات من لحظات عشناها سويا، لحظات من الحوار والتفاعل والجدل كذلك. جيتي لقيتي الغليان، متفقين، ولن نحملك أكثر مما تتحمل. كاين وقت، الله يجزيك بخير. لا كاين وقت، وتكلمتي لأن ربما أنا وياك قرينا في نفس الجيل، ولو يمكن يكون فرق السن، ولكن فهمتك وعرفت الأشياء اللي تتقول تنتفق عليها. غير هو اتخذتي إجراءات ما فهمناهاش. مثل ماذا سيدة؟ أنا غادي نقولها. مجموعة الأطر العليا، مجموعة 67 اللي صيفط لهم طرد تاع السوفي. لا ماشي صحيح هذا الشيء. لا صحيح. لا صحيحه هو. لا ماشي صحيح. الوثائق، وخليني نكمل، انا ما قاطعتكش السي الوفاء. لا خليني نكمل. لا كتقول كلام مغرض. لا مجموعه ديال الاطر. لا كتقول كلام مغرض. لا ما مغرضش. لا مغرض. هادو ضحايا فوج لا كلام فاتح مغرض. مارس 2011. كلام نقابي مغرض. كلام نقابي وهما مغرض. موظفين وفق مرسوم. ها هو السيد الوزير. كلام نقابي مغرض. اليوم حنا بغينا نعرفوا واش انا مستعد نجاوب على هذا الموضوع، لانه هذه الفتنه. هذه الفتنه. لا هذه ماشي فتنه. ما قرأنا أن ذلك هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. الأطر العليا هذا غير صحيح. يجب أن نسمع إلى الجواب لأنه غير صحيح. ما هو يجب. لا عندي الحق. لا ما عندكش الحق. ما سكتكش أنا. عندي الحق. دليل على أنك درتي إجراء غير صحيح أنت كتسكتني. استمع لي وقول لي راني خاطئة. معلومات خاطئة. لا هما ماشي صحيح. ها المرسوم. اسمع ها المرسومة. أنا وجهي عريان. أنا وجهي عريان. وغادي نمشيو للمحكمة. حنا غنسلموهم المحكمة وغادي تشوفي عندنا معايا الحق، لأنه ماشي صحيح. هذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح. سيدة فاطمة أرجوك، أنت أخذتي لا جيتي ديري النقابة على ظهري، ما غاديش ديري النقابة على ظهري. سيد معالي ما غاديش ديري النقابة على ظهري. الواقع سيدة ماشي الواقع. هذا كلام كاذب. أرجوك سيدة فاطمة، نحن لا نحتاج. تكلم على مشاورات مع النقابات حول الرفع من الأجرة الأدنى، ولم يتكلم على رفع الأجور، لأن رفع الأجور في بلد كفرنسا سيكون عواقبه هو رفع الواردات أن فرنسا رفع الأجر الأدنى يعني رفع كل الأجور بشكل نسبي، يعني الاقتصاد لا يتحمل. لا ولم يقل لا
لا لم يقل ليكونومي كيسيون اكزاكت، يعني لا يمكن ان نفسر الامور. اسمح لي قال يجب ان الاجره الادنى. هذه مساله خصها تكون جهويه، مرصد جهوي اعلاني ناشغل في الان الناس كاملين وما كيديروا حتى شي حاجه. انا احب من احب وكره من كره، ما كيديروا حتى شي حاجه. هناك خاصيه جهويه لميدان التشغيل. التشغيل الان في مدينه خلينا هذا تهرب. لنستمع الى السيد عبد الحق. تفضل. نعم. التشغيل الان في جهه معينه ليس هو التشغيل في جهه. هذا هروب يجب الان ان نتعرض للمشكل الحقيقي. الاجر استاذ. ما معنى الادماج الشخص اللي كيستعتبر ادمج في الحياه العامه، انه حصل على واحد العمل وهذا العمل فيه أجر مشرف يمكن يعيش به، وأيضا ليست له إشكالية أنه يمكن يخرجوا في وقت أو في آخر. إذا نسميوها شي حاجة أخرى، ما نسميوهاش انتغراسيون، ما نسميوهاش إدماج. هذا واحد. جوج، الله يخليك أستاذ، المغرب مليء بالكفاءات. نبقاو في الخلاصة ديال شتان ما بين الحطب والخشب. أرقام علمية. الحطب الجزء المحترق من الخشب. هذا الشيء أستاذ كنتمناو مثلا في إطار دعم المقاولة اللي بغيناها انها تكون رافعه ديال التشغيل. ما نكذبوش على بعضنا، راه تخشر يدك في الخنشه صحيح يخرج معك شي حاجه. الله يحفظ. الله يحفظنا ويحفظ الجميع. اذا هذا الشيء خصنا نتعاونوا عليه كاملين. اليوم معنا باش ما يخرج حتى شي حاجه. قولوا لنا شنو بغيتوا ديروا باش تعاونوا. سنطرح هذه الاسئله كذلك. انا سبق لي في اخر حوار في هذا البلاطو قلت يا ودي عندكم عاوتاني تجيو من بعد وتقول لنا جيوب المقاومه ناس كيقاوموا الاصلاح وكيقاوموا محاربه الريع كاينين ولا ما كاينينش السيد؟ لا ابلتي هذا التصريح ديال قلتيها كاينين ولا ما كاينينش؟ التصريح ديال الرئيس. لا واش كاينين ولا ما كاينينش؟ انت قلتي قبيلات كاينين ما يقبلوش هادشي. خليني باش لا عاد قلتيها. لا غير قلتي بان كاين اللي ما قابلش هذا الاصلاح. انت ايوا خلينا وذكر بانك قلتيها. غير انت عارفهم لان راك في الحكومه. انا ما رانيش في الحكومه ما عارفهمش. حتى هادو اللي بغاو يقاوموا كيديروا جيوب المقاومه فتحوهم امام المغاربه. السيد رئيس الحكومه من الملفات الكبرى كيفاش ان جماعه سلاليه عندها مئات الهكتارات تعيش على الفقر، واحد كياخذ كيستغلها كيدخل الملايير وهما كيدخلوا 800 درهم في العام للهكتار ديال الغابه. حلل وناقش شكون يديروا فيها. دائما انا كنقولها بالدارجه يديروا فيها غير غلاله، يبيعوا غلاله يدخلوا فيها مليون في العام. انا كطبيب وكمناضل ما يمكنليش يعني نفكر ولا نصبر انه امراه حامل ومثلا غيديروا ليها ليكوغرافي في شهرين ونص وغيقول لي هذا الدري اللي حامله به انونسيفال يعني ما عندوش المخ، وغنقول ليه لا لان القانون كيجر التجريم ديال هادشي يعني انا كتيبان لي هذا الشيء خصنا كاين اجتهادات. هذا انا موقفي في هذا، ولهذا كنت ذكرت مع الاستاذ الشرايبي انه غادي نفعلوا. تقدمون مشروع قانون مثلا؟ نقدم مشروع قانون، ولكن قبل المشروع خصنا هذا الشيء لان ماشي مشكل ديال وزير ولا ديال مناضل الحزب تاع هذا مسؤول مجتمعي ككل اللي فيه موزع متدخلين، لا من العلماء، من الاوقاف، من الاطباء، من المجتمع المدني. يعني خصنا نفعلوا هذا الشيء باش نوصلوا لواحد الموقف كلنا، لان هذا الشيء ما تيدارش كي قلنا قبيله بحال المناظره كطاح من الفوق يعني. ما قلناش ضريبه وقلنا مساهمه تضامنيه الزاميه، فيها الجانب ديال الالزام ولكن فيها الجانب ديال العطاء، فيها الجانب لانه فكرنا انه في هذه المرحله لا يمكن ان يكون العطاء ملزما. واش عنده اختيار باش يعطي ولا ما يعطيش؟ لا ولكن تضامنيه. لا كانت الزاميه لا الزاميه ولكن تضامنيه، لانه الضريبه راك تعرف انت يعني التعريف ديال الضريبه انه الزاميه ولكن ماشي ما فيهاش فيها الجانب ديال انك حتى تربح واحد القدر خصك تعطي واحد القدر. حزب العداله والتنميه شحال من جمعيه عنده كتستافد من الدعم من المال العام؟ هذا سؤال ديال الاستخبارات. هذا السؤال السي زيان. لا قول لي بشحال من جمعيه كتستافد حزب العداله والتنميه من المال العام؟ قولوا علينا، بداو براسكم، بداو هذه الشجاعه ديال الشفافيه. يقولوا حنا عندنا قدام الجمعيات قلتوا خديتوا 53 مليون درهم ورديتوا 2 مليار من الدوله. مزيان اللي قلتوها، ما كرهناش حزب استقلالي يدير بحالكم. بقاو في هذا الاتجاه، قولوا بشحال عندنا من الجمعيه، بشحال كيعطيونا سنويا، فين كتمشي. عطيو المثال
احنا ماشي ضد. طيب لنستمع الى الجواب. شكرا سي سيزي. انا ما عرفتش تدخل شويه تيبان لي خارج الاطار ديال النقاش ديالنا، ولكن مع ذلك انا ساجيبك انا غادي نجاوبك. الحزب اللي دار الترحال هو الحزب الاصاله والمعاصره هو اللي دار